قال فجميع قبائل العرب يجتمعون معه، جميع قبائل العرب يجتمعون معه أي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عدنان. ولهذا قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. والحديث رواه الإمام البخاري في كتابه الصحيح. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، أي يجتمع معهم في أحد أجداده صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا خاطبهم هذا الخطاب الذي يشملهم، يشمل قريش. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال رحمه الله وهو صفوة الله منهم، وهو صفوة الله منهم أي من قريش. ونسبه عليه الصلاة والسلام هو أشرف نسب وأفضله على الإطلاق. قال ابن القيم رحمه الله وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة. قال فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، أي يشهدون له بأن نسبه عليه الصلاة والسلام أشرف نسب. ومنهم أبو سفيان قبل إسلامه عند هرقل شهد له بذلك، وكان وقتها من أعداء النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وهو صفة الله منهم كما رواه مسلم في صحيحه عن واثل ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل. إن الله اختار كنانة الجد الثالث عشر للنبي عليه الصلاة والسلام، اختار كنانة من ولد إسماعيل. ثم اختار من كنانة قريشا، اختار من كنانة قريشا في أصح قولي أهل العلم أو أصح أقوال أهل العلم إما النضر وهو ابن كنانة الأقرب، أو فهر وهو الابن أو الحفيد الثاني لكنانة. قال ثم اختار من كنانة قريشا، إما أن المراد النضر أو المراد فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. ثم اختار من كنانة قريشا أي النضر ونسله، أو فهر ونسله وهم من يقال لهم قريش. ثم اختار من قريش بني هاشم وهو الجد الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم اختارني من بني هاشم. قال وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه أي مع النبي عليه الصلاة والسلام في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، كما قال الله عز وجل ووهبنا له أي لإبراهيم إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فبنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يلتقون مع نبينا عليه الصلاة والسلام في إبراهيم الخليل عليه السلام. قال وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام وهو في التوراة، كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال لهم ما معناه سأقيم لكم من أولاد أخيكم،
سأقيم لكم من أولاد أخيكم. من هو أخوهم؟ إسماعيل. سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. أي نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. واختيار النبي عليه الصلاة والسلام من أشرف نسب على الإطلاق، فهو نسبه عليه الصلاة والسلام يأتي في أعلى ذروة النسب، فهو أشرف نسب على الإطلاق. وهذا الاختيار لا شك أن له حكمة، هذا الاختيار لا شك أن له حكمة، وأهل العلم تلمسوا في ذلك حكما. ومما قاله أهل العلم في ذلك أن كونه صلى الله عليه وسلم من أشرف نسب يكون سببا لحمايته ونصرته من قبيلته التي لها مكانتها ولها وزنها ولها ثقلها. وهذا أيضا ما حصل، فقبيلة النبي عليه الصلاة والسلام قاموا بنصرته وحمايته والذب عنه، وكانت الناس تهاب أن تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم من هيبة قبيلته. وكذلك مما ذكر من الحكم أن العرب لا تسمع إلا ولا تطيع إلا لمن كان له شرف ومكانة في النسب،